واضحة الصورة؟ هاي كرت السامبلر. هاي الطبعة كيبي 1345، هاي الطبعة القديمة. تمام، كيبي 1345. الطبعة الجديدة مكتوب هون كيبي 5200 بالنص، هون مكتوبة 5200. هاي الطبعة القديمة كيبي 1345 يو. تمام. لما تستلم كرت السامبلر في عندك كرت ميموري. كرت الميموري هذا في ملفات السامبلرات اللي لاحظتهم اكي اتش بيكون للطبعة القديمة. هذا الكرت هلا الملفات تبعه اللي كرت السامبلر اكي اتش. تمام. الطبعة الجديدة الملفات اللي بتكون موجودة بكرت السامبلر بتكون لاحقتها اي اكس 7 اي اكس 7. تمام. هاي الفرق بيناتهم، انه كيف انا بدي اعرف كرت السامبلر شو الطبعة تبعه، الطبعة القديمة ولا الطبعة الجديدة، من الملفات الموجودة بكرت الميموري. اذا كانت AKH بتكون طبعة قديمة، اذا كانت EX7 بتكون طبعة جديدة. تمام. هلا هاي كرت السامبلر طبعة قديمة، راح ركبه على الأورج ونشوف كيف بدنا نشتغل فيه. طبعا بنكون شايلين هاي اللوحة فاكينها برغيين من هون من تحت، وفي عزقة من فوق، بنفك العزقتين نشيل البراغي ونسحب الكرت. طبعا هون بدك تشيل البلاستيكي تبعت المفتاح اللي بتكون أمامية هون. هاي الجك وهاي كرت السامبلر راح ننزله بهالشكل هذا. أول شي بشكل مائل هيك. تمام. نتأكد إنه ركب صح هون، نزل صح، بعدين نضغط. إذا كان في شوية صعوبة لازم نوسع نحن المجرى البلاستيك اللي بيكون من فوق ومن تحت من هون، نوسعه شوي. هلا بنشيل السلك هذا مع الاي سي، نمسكه بهالشكل هذا بحيث يكون 1 2 3 جاي من هاي الجهة. تمام. وبنتأكد انه الأقطاب نظامية جالسة كلها، ما في شيء مطعوج مشان تركب معنا صح الاي سي. تمام. نيجي لهذا المكان نركب هون ثاني اي سي، مو اللي على الجناب، اللي جنبه تماما جنب الجك هذا. نركب الاي سي بهالشكل هذا. تمام. نتأكد انه كله تمام. اذا حسينا اي مقاومة معناتها في رجل بيكون مطعوجة، نحاول نجلسه. شغال التسجيل ما؟ ايوه. تمام. بهالشكل هذا هيك بتكون ركبت معنا الايس، نصورها مظبوط. تمام. ثالث اجر 1 2 3 من تحت على اليسار، 1 2 3 بده يكون هيك بهالاتجاه هذا. خلي ايدك على الفرام هون. هلا بعد ما خلصنا تركيب هون بهالشكل هذا، نحاول ننزل هذا السلك هون بالممر تبعه بالمسرة تبعه تحت هيك عشان ما يجي على قاعدة البرغي هي. بهالشكل هذا بنشد البرغيين اللي بيكونوا هون، نحطهم من تحت، بنكرب العزقة من فوق، بكون امورنا جاهزة. امورنا. بعدها بنجيب الستيكر. هذا ستيكر حماية هون، هذا ستيكر حماية لحتى نحمي الكرت من سحاب الشنطة. بيركب بهالشكل هذا. شنطة الأورج بيكون لها سحاب، السحاب لما تزيحه يمين ويسار مشان ما يضرب بكرت السامبلر. وأثناء التركيب نحاول قدر الإمكان يفوت كرت السامبلر لجوا، الكرت الميموري بيغوص بالستيكر هون. تمام. هيك بنكون خلصنا. أول خطوة هي عملية تركيب. طبعا هاي اللاصق هذا بنحط له أي مادة لاصقة هون، هذا الستيكر بنحط له أي مادة لاصقة هون مشان يركب صح ما يفلت. وبس. يضل عندنا هذا الجك. هذا الجك بيركب هون للفضة، وهون بيكون بيبرم بهالشكل هذا للأسود، هيك للفضة. والأسود الأورج الأسود جكته مختلفة، هي جكته مختلفة بتركب هون طريقة تانية. تمام. حسب الضفورة، في ضفرين هون هن الدليل لطريقة التركيب. هلا هون راح نركب بهالشكل هذا، صغر من هون من هيك بهالشكل هذا، في مسريين بيركبوا صح معنا. تمام. بعد ما خلصنا التركيب نطبق الجهة هون.
شغله. هيك اقلع الأورج. هلا اول شغله بدنا نشوف شو هي الفلشه النازله على الأورج. شو هي الفلشه النازله على الأورج؟ بنكبس كبسه يوزر بحيث يطلع بنص الشاشه هون يوزر. احيانا تكبس يوزر بيكون محطوط بروجرام، حتى لو كبست يوزر بضل بروجرام. بدك تعمل اكزيت، تطفي البروجرام، تمام، وبتكبس يوزر بحيث يكون بنص الشاشه يوزر. هون نكبس الصفحه الاولى، بنكبسها مره تنتين، تطلع كلمه فلاش، تمام. بعد شوي ايه تطلع كلمة فلاش ام يسوف. هلا هون اسم الفلشة ام يسوف. ام يسوف يعني الفلشة التركية، تمام. الفلشة التركية ام يسوف. اذا كان كاتب بلس احمد بتكون فلشة انفينيتي بلس. اذا كاتب احمد اسماعيل بتكون فلشة نيو بلس، تمام. هاي الفروقات بيناتهم، احفظوها مشان تعرف شو هو ملف التسميات اللي بدك تنزله على الأورج عندك. هلا هون ام يسوف يعني فلشة تركية، انا رح نزل ملف تسميات الفلشة التركية، تمام. عليكم. هلا هون بنلاحظ عندنا هدول الملفات رح تحصل عليهم من التليجرام، تمام. هدول الملفات النيمز هي ملف التسميات، هدول بتحصل عليهم من التليجرام، نحن بنبعث لك اياهم وبعدين انت بتصير تصدر ملف تسميات على كيفك. هون سوفت ويرات السامبلر، يعني كل انواع السوفت ويرات اللي بتشتغل مع كارت السامبلر بنفتحه بنشوف سوفت وير بلس اسود للسامبلر، سوفت وير بلس فضي للسامبلر، يعني لون الأورج اسود او فضي، اصله اسود او فضي، تمام. نحن عندنا الأورج انفينيتي تركي، معناتها بناخذ سوفت وير التركي، وعندنا فضي بناخذ سوفت وير تركي فضي سامبلر. هذا السوفت وير اللي بدنا اياه. هلا بنفوت عليه، بنرجع على ملف التسميات، هون سوفت ويرات، هون وان تاتش، هذا بيجي دوره بعد الملف التسميات والسوفت وير، بننزل الوان تاتش. واخر شيء بدنا نحمل برنامج سامبلر ورك شوب مشان نعدل السامبلرات على كيفنا. هلا راح نبلش. اول خطوه ملف التسميات. بالبدايه شو بيلزمك لتنزل ملف التسميات؟ بدك تكون مقطع فلاشه، تمام. فلاشة بدك تكون مقطعة، راح نحطها بالكمبيوتر. وفي عندك هون برنامج تحت لك له برنامج تقسيم الفلوبي، هذا التنصيب تبعه، نعم. راح ننصبه نيكست انستول فينيش. لاحظ هون، لاحظ على سطح المكتب اجا 3 ايقونات، تمام. وحدة للاكسبلور يعني تصفح الفلوبيات، وهون للفورمات، وهون لإنشاء نسخة احتياطية. نحن بتهمنا تبعت الفورمات كبداية، نقرتين عليها، نعم. نختار الفلاشة جي، نعطيها انه نحن بدنا 100 قسم، قسم هاي الفلاشة 100 قسم، وكويك فورمات، فرمتي سريعة وستارت، نعم. بليز ويت، انتظروا لحتى يخلص. هيك خلص، موافق، تمام. هلا اذا حبيت تعبي انت عفوا، هلا هيك تقسمت الفلاشة. اذا انت حبيت تعبي كل قرص لحاله وتشوفهم كلياتهم، تفتح كل قرص لحاله وتحط تعبي فيه، بدك تفتح برنامج الاكسبلور، تمام. هذا اذا حبيت تعبي كل قرص لحاله. اما اذا حبيت تستخدم القرص صفر مباشرة من جهاز الكمبيوتر، اول قرص هذا هو بيجي فاضي بعد التقسيم، تمام. ما في داعي نفوت على البرنامج ونفتحه، هذا هو البرنامج راح افتح لك اياه تشوفه. صور هذا، خليك معي على الفارة. هيك مبينة هيك. نقرتين، نعم. هذا هو البرنامج. من هون تختار الفلاشة، بيطلعوا لك الأقراص كلها. ليش؟ لأنه احنا عملنا فورمات وقسمناها هون، تمام. هاي القرص صفر، قرص 1 2 3، نقرتين على كل واحد بيطلع لك محتوياته. فيك تعمل كوبي تو فلوبي وبتنزل عليه اللي بدك اياه.
هذا ما بيهمنا هلا حاليا. هذا في حال حبيت انت تعبي مرة واحدة وتروح تشتغل على الأورج وما عاد ترجع على الكمبيوتر. نحن بدنا نشتغل على القرص صفر المباشر بدون البرنامج هذا. تمام. هلا راح نحط فيه ملف التسميات. هاي ملف التسميات، نسخ، نجي لهون لصق. تمام. ناخذ الفلاشة ونحط الفلاشة بالأورج، نكبس ديسك. تمام. شو طلع عنا هون؟ ملف التسميات اللي لاحقته SND نفسه اللي بالكمبيوتر. تمام. بدنا نعمل له لود. ليش؟ لأنه ملف التسميات هذا الفلشة التركية. طبعا ما ذكرت الموضوع هذا ملف تسميات الفلشة التركية، لأنه احنا طلعت عنا هون طلعت ام يسوف، فأنا جبت ملف تسميات الفلشة التركية. تمام. نعمل له إذا كانت عندك انفينيتي بلس بتنزل ملف تسميات الفلشة البلس. هون بيعد بلوك من 1 ل5، عند 5 بيوقف. ننتظره شوي شي 10 ثواني لحد 15 ثانية ونطفي الأورج ونشغله. هيك كافي. خلي هيك كافي. هاي طفينا وشغلنا مرة ثانية. هلا وقت. تمام. هلا اشتغل. اقلع الأورج، راح نفوت على السامبلرات، نكبس الوان تاتش. تمام. بنلاحظ هون تغير تسميات السامبلر. تسميات السامبلر تغيرت كلها. هاي السامبلرات اللي موجودة على كرت السامبلر. تمام. كل الصفحات طبعا حسب البرنامج اللي انت منزله. تمام. هلا ما راح يشتغل معنا اذا حطينا على سامبلر هون معين. بده يكون نازل عندك السوفت وير. هلا الخطوة الثانية هي تنزيل السوفت وير. هلا هاي الفلاشة شلناها من الأورج، راح ننزل السوفت وير عليها. أول شيء نمسح ملف التسميات منها. هذا ملف التسميات ديليت. نعم. تمام. بنفوت على المجلد سوفت ويرات السامبلر، بنفوت على سوفت تركي فضي سامبلر. تمام. بنلاقي ديسك 1 وديسك 2. نحن مشان ما نروح الإيقاعات الموجودة على الأورج رح ناخذ بس الديسك 2، لأن ديسك 1 هو اللي بيمسح إيقاعات الأورج. ديسك 2 بنحدد كل الملفات، كنترول هاي تحديد الكل، نسخ، أو بنضغط باليمينية إرسال إلى قرص قابل للإزالة أو الجي لوبي. تمام. نلاحظ نزله هون على الفلوبي على USB. هلا نشيل الفلاشة، بنحط الفلاشة بالأورج. تمام. هاي حطينا نحن ملفات ديسك 2 تبع السوفت وير. هلا بدنا ننزل السوفت وير على الأورج. كيف؟ نضل كابسين F6 ومنشغل. شيل ايدنا على F6 طبعا، نستناه شوي. ببلش E1 E2 E3 وهكذا. بيعمل لودينج وبعدها رايتنج، لودينج رايتنج، لودينج رايتنج أكثر من مرة لحتى يخلص. هاي رايت بروجرام اون فلاش عم يكتب، بيقرا من USB وبيكتب على الأورج. لودينج رجع. هيك خلص تنزيل السوفت وير وعم يابلع. تمام. بعد الإقلاع
بعد تنزيل السوفت وير خلينا نطفي ونشغل افضل. هلا هيك شو بنكون نزلنا؟ بنكون نزلنا ملف تسميات اللي بيغير تسميات السامبلرات اللي هون على اليمين. تمام. نزلنا ملف التسميات ونزلنا السوفت وير اللي بيعمل ضبط عام للاورج مشان يتعامل مع كرت السامبلر. تمام. لاحظ الابديت كرت السامبلر كيف. تمام. هلا بأقلع الاورج صار فينا نجرب نحن نفوت على السامبلرات ونسمعه. نضغط على الون تاتش. تمام. نختار فرضا صفحة 2 اي سامبلر، فرضا هذا. تمام. نوطي الصوت. تمام. هلا هيك تمام، اشتغلت السامبلر، كرت السامبلر اشتغل كله. في شغلة مشان معرفة مكان الكيتات. هلا هون عندنا من الواحد لل6 صفحات، هدول كلهم كل صفحة فيها 10 صفات سامبلر. بعدها بيجي 7 8 9 10، يعني في عندنا 10 صفات سامبلر بكل صفحة، و10 صفحات 100 صفة سامبلر. هون في عندنا الصفحة 11 و12 هدول كيتات. تمام. هدول الكتات منين ندخل عليهم؟ نطلع اكزيت ونفوت فرضا على تسجيل اي ايقاع، ريكورد. تمام. بنجي فرضا طبعا كرت السامبلر نحن مبرمجينه يتعامل مع الشورت 5 والدرم 2. ننزل على الدرم على الشورت 5 مبدئيا. شورت 5 من اليوزر، بناخذ الكتات من اليوزر. تمام. لاحظ هون بدي اضغط كذا مرة لحتى يطلع اس دي كيت 1 اس دي كيت 2. هذا الكيت من كرت السامبلر بيكون بالصفحة 11. هذا اس دي كيت 2، اس دي كيت 4 5 6 7، والكبسة الصفحة اللي بعدها بيجي اس دي كيت 3 هون. تمام. هدول كيتات كرت السامبلر منين؟ من الشورت 5 من اليوزر. ننزل كمان كبسة لتحت، درم 2 بدنا نختار كيتات كرت السامبلر من خلال درم 2. نضغط على الصفحات. الصفحة الثانية أنا ضغطت على الصفحة الثانية هون. لاحظ هون اس دي كيت 1 اس دي كيت 2 4 5، والصفحة الثالثة بيجينا اس دي كيت 6 7 و3. تمام. هيك ترتيبهم صاير. عملكم. هلا رح ننزل الون تاتش. بعد ما نزلنا ملف التسميات والسوفت وير وجربنا السامبلر اموره تمام، رح ننزل الون تاتش. الون تاتش هذا هو مجلد الون تاتش، هذا هو. ندخل لقلبه. في عنا 6 ملفات او 5 عادة بيكونوا حسب، في منهم اضافة. ندخل على الفلوبي. طبعا هدول ملفات السوفت وير نمسحهم، كنترول ا ديليت وكنترول في وصل. ناخذ الفلاشة على الأول، نكبس ديسك. بيظهروا ملفات الون تاتش لكل واحد منهم لحاله. بنعمل له لود، لود ثاني، لود ثالث، لود صار ايدي محل معكم، الرابع لود. طبعا هذا صوت طقة عادي، ما أنا اي مشكلة، عم يعمل ريستارت. والخامس الاخير كمان لود. هاي اعادة ريستارت للكرت السامبلر. اكزيت. تمام. هيك خلصنا وان تاتش، اصوات مع سامبلرات مع السوفت وير. ضل عندنا الايقاعات. هلا راح ننزل الايقاعات. تمام. يلا ننزل. طبعا هذا المجلد ما كنت مبينه هون. هذا المجلد اس دي ستايلز فينال ريكلاج. هذا المجلد الايقاعات تبع 2022 لكرت السامبلر. تمام. نفتحه بنلاقي فيه الطربة والشعلة. راح ننزل هيك
نموذج اللي ما بيعرف ينزل ايقاعات، ممكن في ناس جديد عليها الموضوع. نسخ على الفلوبي، اخذنا بس 4 ايقاعات. ديليت، وثق، نحطها بالاورك، نكبس ديسك. تمام. تحديد الكل طبعا قبل ما نحدد وقبل ما نحمل، فوت شوف الايقاعات اللي عندك والاماكن الفاضيه، المفروض يكون في فضاء. تمام. واذا حبيت تفرمت فلاشة الباترين كلها، يعني تنظف الاورج من الايقاعات، تكبس ليفت كنترول، بتروح على اليمين بالفلوبي، تكبس بات ايديت. تمام. بيجيك هون فورمات مقابل الاف 10، بكبس فورمات، ار يو شور، هل انت متاكد، اكسكيوت. هون عم بيقول لك warning all battery data will be delete، يعني كله بده ينمحى. اكسكيوت، بعدين مشان التأكيد بغير لك الاكسكيوت، بتصير هون تعطي اكسكيوت مرة ثانية. تمام. هيك صار فاضي كله. فوت على صفحات الإيقاعات، نلاحظ إنه فاضية كلها. تمام. هلا بدنا نحمل إيقاعات ديسك. هدول 4 إيقاعات بدنا نحددهم كلهم، نكبس هدول الكبستين مع بعض. تمام. اجى السهم على الكل، هاي لود، بنعمل له هون اوتوماتيك F9. هيك عم يحمل الايقاعات. هيك انتهى من تحميل الايقاعات. نكبس اكزيت، بنضغط على الصفحة الأولى، بنلاحظ إنه نزلوا الإيقاعات تبع كارت الساندر. فرضاً هذا الإيقاع، مشان موضوع التجريب راح نشغل الإيقاع، بتكون حسب الضربات. هلا الضربة هي مأخوذة من كارت الساندر. نشوف هون الأضوية إنه كارت الساندر عم يجاوب معها. نغير فاريشن. تمام. هيك بيكون شغال كارت الساندر، عم يطالع صوت، هذا دليل على الصوت، وهون شغال عم ياخذ اوامر نظاميه. هيك بيكون عم ياخذ اوامر وشغال عم يطالع صوت، والايقاعات عم تشتغل صحيح. بهالشكل هذا بيكون اشتغل كرت الساندر 100%، ايقاعات وساندرات. تمام. هيك بنكون جربنا كل شيء. هلا عندنا الساندرات، فرضا نجي على الساندرات. هذا الساندر فرضا، هذا الساندر الاول، او خلينا نروح على الساندر هذا بالصفحة الأولى. انتبه هون بالصفحة الأولى على الاف 9، احفظوا هذا صفحة أولى اف 9. نحن هذا الساندر فرضا مو عاجبنا، بدنا نغيره. بدنا نضيف شيء بداله. تمام. نجي بدنا نحمل برنامج ساندر ورك شوب. هلا تحميل برنامج ساندر ورك شوب بالطريقة التالية: نقرتين على برنامج التنصيب. هذا ملف التنصيب للساندر ورك شوب. نقرتين، نعم، نيكست، نيكست، انستول، فينيش. نلاحظ ايقونته اجت على سطح المكتب. تمام. بنشغله، نعم. لاحظ هون اللغة انجليزية اول شيء، وفي بعض الكتابات باللغة العربية مخربطة مو صحيحة. يعني اذا اجينا لنقلبه للغة العربية من قائمة سيتنج، من هون اللغة العربية، تمام، بنلاحظ انه هون في كتابات غلط كلياتها، وتحت هون من تحت كله هذا مو صح. واذا بتكبس على واجهة التصدير هون بتلاحظ انه كله مشفر. هاي كيف بدنا نحلها هاي المشكلة؟ بسيط حلها. من قائمة ابدأ بنفوت على الاعدادات، اللغة والوقت، اللغة والوقت نضغط عليها. بعدين بيجينا اللغة والمنطقة، نضغط عليها، ننزل لتحت في شيء اسمه اعدادات اللغة الإدارية، نفوت عليها. تمام. بعدها بيجي لغة البرامج التي لا تدعم يونيكود، نضغط عليها، نضغط على تغيير الاعدادات المحلية للنظام. بيجينا هي الواجهة، نختار هون اللغة العربية اللي نحن بدنا اياها، العربية الإمارات. وهي البتة هي أهم شيء، هي بدك تشيل تفعيل عنها.
استخدام UTF 8 بدك تشيل التفعيل عنها، بتعطيه موافق إعادة تشغيل، بيطلب إعادة تشغيل، أعطيه إعادة تشغيل الآن.